ولكن مازال ما فاتش الفوت، باقي ما بقاش فيا الحال، والله ما بقى فيا الحال، والله ما بقى فيا الحال، باقي الوقت قدامي، باقي الحياة مستمرة قدامي، وماشي نهاية الحياة العالم، وما عمر الحياة كتوقف على شي واحد. وليكن في علمكم انا في داري حتى واحد ما غيخرجني من داري، حتى واحد، واللي ما عجبو الحال هو اللي غادي يخرج. انا عاجبني الحال، عاجبني الحال واحد الدرجه ما تصوروهاش، ومرتاحه في داري. اللي حس براسو بتقل واللي حس براسو ما عجبوش الحال هو اللي خصو يمشي. اما ملي خرج باكم وتعاودوا له، انا كنتمنى تعاودوا له الحقيقه، تعاودوا له الحقيقه كما يجب، وديك الساعه غادي نشوفوا واش غادي يكون حقاني ولا غياخد حقه مني انا، ماشي من الناس الاخرين اللي خص. بلا ما نعاود الهضره، كيبقى الحال بزاف. ولكن بومزوي اللي كيدير الخير كيولي له بومزوي. دابا انا شنو باش نكون واضحين ونفسروا هذا الشيء؟ شنو مشكلتي انا؟ مشكلتي هي انني كنصح بنادم وكنبغي له مصلحته وكنبغي له الشان والهمه فقط، نبغي يكون بشانه وبهمته وبكرامته. داكشي علاش انا وليت خايبه، وليت ما كنسواش ولفعه ومسمومه. خصني بنادم اللي تعطل في الليل، 2 د الليل وحده د الليل، خصني نكون ناعسه ويبقى يصوني، خصني نفيق انا على سعدي ووعدي ونحلو الباب ونبقى نستناه عند الباب حيت هو كيخاف. انا كنعرف الانسان اللي كيخاف اصلا ما يبقاش في الليل حتى الوحده حتى ل2، كنعرفو كيدخل بكري. ولكن عندنا حنا الناس ديالنا كيخافوا غير في الدروج، غير من الباب التحتانيه للباب الفوقانيه فقط. معليش خصني نحل. وفعلا كان نوض من النعاس مخلوعه وكنحل الباب كنرجع النعاس. داكشي علاش انا خايبه، ملي كنقول ما تعطلوش انا خايبه. بالعكس خصني نشجع الانسان انه يبقى على برا. واخ ملي كنقول الانسان حاسب تصرفاتك ودير شانك وهمتك، وتيجيو الناس لدارك ويخطبوك على سنة الله ورسوله وخدايا الزوجية، لا يديروا لك الشان والهمة. عاد ديك الساعة سيري مع الانسان، وديك الساعة عاد سيري فيما بغيتي. لا انت خايبة، انت معقدة، ما تحطيش تيست الحامل راه حشومه، ما تحطيش للناس. لا انت خايبه. علاش تقولي هاد الهضره؟ النهار اللي قالت امهم بانني دايره التجاره في البشر، خرجت قلت لها ها المصاريف ديالي اللي كنصرف على بناتك، اجي هزي بناتك. انا دايره بهم التجاره في البشر، اجي هزي بناتك وصافي. ما يكون عندنا مريضنا ما يكون عنده باس، ولكن راه شحال كنصرف عليهم، هاكي دايره المعيشه ديالهم. قال لك لا اعطيني 3 المليون، انت راكي خائنه للامانه، وانت ما كتصرفيش عليا، وانتي وليت انا اقبح واحد. ومن بعد تبين الامر بان اصلا 3 المليون انا ما عنديش علاقه بها، وبان تهزت